بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. دايما بنقول إن أول سنة زواج هي بتكون من أصعب السنين، ولو عدت بسلام وأمان وبدون مشاكل فإحنا بنقول إن شاء الله الدنيا تستمر وتكون كويسة. بيحصل مشاكل ليه أول سنة؟ لأن طبعا نظرا لاختلاف العادات والتقاليد والطباع وغيرها، وإن الزوجين أو الطرفين بيبدأوا يعرفوا بعض عن قرب بشكل حقيقي وبدون أي تجميل ولا أي مجاملات، فالاتنين بيكونوا قاعدين مع بعض وجها لوجه بدون أي تجميل. طيب، الحقيقة هم كل واحد المفروض بيحاول إن هو يقدم خطوة والتاني يقدم خطوة تانية علشان يبدأ يكون في تلاقي ما بينهم. بعض البنات لمّا بيتجوّزوا بيكون حظّهم ونصيبهم إن أول سَنة زواج ليهم اللي إحنا بنكون قلقانين منها شوية دي، بيكون أول رمضان عليهم في بيت أزواجهم. عند بعض البنات بيبقوا شوية زعلانين إن رمضان في بيت بابا، إحنا كُنّا بنعمل فيه كذا، اللمّة مع العيلة، ماما كانت بتطبخ لنا كذا، ماما واخواتي، العيلة، بابا، قرايبي وإحنا بنتجمّع، فبتبقى لسه يعني قلبها وعقلها وتفكيرها في رمضان في بيت والدها. وبعض البنات للأسف الشديد بيكون لسه ما فيش حكمة شوية في التعامل، فتلاقيها بتصطدم مع الزوج إن أنا لازم أول يوم رمضان هاروح أفطر مع أهلي، مع بابا وماما. فأقول لها لأ، هو الطبيعي خلاص أنتِ انتقلتِ لبيتي، فطبيعي إنِّك هتيجي معايا عند أمي في بيت عيلتي إن إحنا نفطر مع بعض. بعض البنات للأسف بتصمم وبتعمل مشكلة كبيرة، وممكن يبقى أول يوم رمضان قلبته بخناقة أو غضبانة حتى في بيت أهلها عشان فطار أول يوم. في نوع تاني من البنات هو ما بيكلمش، ما بيعملش مشاكل، ما بس لكن بتفضل ساكتة، وبيبقى جواها حزن، وتفضل تقارن ما بين أنا البيت هنا لوحدي، طب أنا هاعمل إيه، طب أنا هافطر مع عيلته، أنا صعبان عليَّ إن أنا مش مع إخواتي وبابا وماما، كل ده بيبقى حوار داخلي جواها، فبتستعيض عن ده بإيه، فبتبقى طول النهار بتكلمهم في التليفون بقى، أيوه ماما هتفطروا إيه، أيوه بتعملوا إيه، أنتم جبتوا حلويات، عملتوا إيه من غيري، فبتبقى معاهم أونلاين على طول، طول النهار على التليفون. وبرضه الوضع ده ممكن يضايق الزوج لإنها قلبها وعقلها وتفكيرها معاهم، ولكن بدون مشاكل. حديثنا النهارده عن أول رمضان في بيت زوجي، إزاي أتعامل صح، وإزاي أتقبّل الوضع الجديد، وإزاي يحصل توازن ما بين إن أنا عايزة أكون متواجدة مع عيلتي وأهلي، وما بين بيت زوجي، وخصوصًا لو كنا في بيت العيلة، والزوج لو شاف زوجته متأثّرة بسبب أول رمضان وهي بعيدة عن أهلها، يتصرّف تصرُّف صحيح معاها إزاي. هنعرف بإذن الله تعالى مع ضيفتنا الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. أهلًا ومرحبًا يا أستاذة أشجان، وكل عام وحضرتِك بخير. أهلا بيك يا ندى، وربنا يجعله رمضان خير على الجميع وعلى الأمة الإسلامية، ورمضان عزة يا رب، اللهم أمين. آمين يا ويصلح رب. حال البنات جميعا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. طيب خلّينا نبدأ مع حضرتِك. المفروض البنوتة أو اللي بقت زوجة بقى أول سنة ليها وأول رمضان في بيت زوجها، المفروض الطبيعي إنها تعمل إيه؟ بداية يعني هي دايما الناس بتبقى يعني ترتيبات لرمضان، وشكل الأكل وهنعمل إيه ونجهز إيه وهنعزم مين وهنتعزم فين. دي بتبقى حال الأسر العربية عموما. لما تبقى بقى إمم. الأمر عروسة فهي بتبقى شوية لخبطة. هو هعمل ايه بالظبط، هو المفروض اعمل ايه. فكرة المسؤولية ان انا عليا، يعني هي فكرة المسؤولية في الجواز ده، الشخص ده انا هغديه وهفطره وهظبط البيت وهعمل. لما بيبقى في فطار، لا ده الناس صايمه، ده اهله هيجوا، طب انا هعزم اهلي مثلا، الدنيا إمم. هتمشي ازاي؟ فاول بيبقى صدام او صدام عقلي في دماغها شويه، ان انا آه. فكره تحمل المسؤوليه، هل إن أنا انا مسؤولة من كل قد الحاجات دي اللي المسؤوليه؟ كانت ماما بتعملها لي، يعني هي في صدمة إن أنا يعني أنا هاعمل كل ده، أنا يعني أنا عايزة ماما.
ايوه، وفكره المسؤوليه بقى ان انا كل الحاجات دي مسؤوله مني انا، وهل لو عملتها انا هبقى في موضع تقييم ان انا الناس دي هتبقى هتقيم الاكل وهيبقوا صايمين، فانا مش عازمهم على غدوه وخلاص، ده انا الناس دي كلها جايه تفطر عندي. فكره بالظبط. البيت كله، تنظيم الاكل، ترتيبه. فشويه بيبقى البنت او العروسه الجديده بتبقى خايفه شويه، الحاجات دي زي ما انت بتقولي انا بساعد ماما فيها، انما مش انا اللي بعملها، مش انا ايوه. اللي عليا، انا اخري اقف ارتب اساعد في حاجه. حق مم. لو الاكل باظ، فكره ان الدنيا ما تبقاش ظابطه. فكره برضو احنا الاثنين كازواج اول رمضان علينا، انا ما شفتوش صايم قبل كده، انا حالي في رمضان في بنوتات بتبقى لا والله ده نايمه بالنهار كتير، لا ده انا مش قادره، مم. لا ده انا مين بيودي على ايه، اعمل لي الاكل ازاي، لا ده انا هتلخبط، لا ده الوقت ضيق. ففكره لو بتشتغل او بالظبط. بتدرس، بالظبط. فكل دي نوع من انواع الضغوطات اللي البنت بتفكر فيها مع نفسها، مم. وشوية بتبقى جزء كبير منها داير في دماغها حسب برضو مدة الزواج. يعني في بنات كتير احنا ما شاء الله في موسم افراح من شهر شهرين، ناس تقول ايه قبل رمضان الافراح عشان بعد العيد، ما عادش حد بقى يتزوج اه. الا بعد العيد. مم. ففكرة ان هي ده ما كملتش شهر، ما كملتش اسبوعين، ما كملتش شهرين، مم. فلسه انا بتعلم كل حاجة، بتعلم التنظيف وبتعلم الترتيب، وفجأة الاقي نفسي بالظبط. ان انا مسؤولة في رمضان دي، فشوية بيبقى لسه فيه رهبة. بتعلم المسؤولية. المسؤولية على بعضها، غير ان مم. الشخص ده احنا بنكتشف بعض. معروف ان سنة اولى زواج عموما بتبقى سنة يعني فيها كتير، مش هقول مشاكل ولكن الاكتشافات، بسميها ايوه. سنة الاكتشافات. ان مم. احنا السنة دي مهمة جدا، يعني لو احنا بنصنف سنوات الزواج فسنة اولى زواج من اهم السنوات على الزوجين. ليه؟ لان هي بتبقى حالة من المكاشفة، انا بشوف نفسي وبشوف الشخص اللي انا ارتبطت بيه، ممكن تشوفي حاجات ما كنتش شايفاها قبل كده، ممكن هو يبدأ نوع من الأريحية بينا، فكرة ان احنا بقى والله لا ده عصبي، لا دي بتنام كتير، لا ده انا مم. مم. مدللة، لا مرتبطة بأهلي، لا ده الحاجات اللي هي بقى بتبان في الاحتكاك. لان مهما طالت الخطبة، دايما اقول مهما الخطبة او العقد طالوا، فهو ما بيبانوش الا 65% من الشخصية، لان انا بالظبط. ببقى مرتب بالظبط. وانا رايح بيت العروسة، ومرتبة وانا بكلم خطيبي، وحتى لو قضينا اليوم كله فانا بحاول انا في الاخر هسيبه وهروح. فبيبقى في شوية من مش هقول التكلف لكن ضبط النفس. في البيت لا، تمام. مفيش ضبط نفس بقى، ده فيه كل مم. حاجة. بالظبط كده. طيب، كتير من البنات للأسف بتبقى لسه مش متقبلة الوضع، وتفكيرها وقلبها وعاطفتها كلها بيت بابا كنا بنعمل كذا وبنرتب كذا، ماما كانت بتطبخ لنا كذا، أنا وإخواتي بنعمل كذا. لسه مش مستوعبة إنها خلاص سابت بيت بابا وانتقلت لبيتها وبيت زوجها، إنها إن شاء الله تقيم حياة وأسرة تانية. إزاي البنات يتقبلوا انتقالهم لبيوت أزواجهم ويتقبلوا كل المناسبات، خصوصا شهر رمضان الكريم وما بعده إن شاء الله، الأعياد والمناسبات وهم في بيوتهم؟ دايما نقول ان دي مرحله تاهيل للجواز عموما، من ضمنها اللي هي يعني شويه هنقول الانتقال لمكان اخر، بمعيشه بمشاعر. يعني البنوته اول الجواز بتبقى لا مش عارفه انام، ده مش سريري، مش عارفه اقعد، مش عارفه اكل، لا ده انا ترتيب البيت، مش عارفه الحاله النفسيه عموما، ان انا ارتباطي بوالدتي، ارتباطي باخواتي، ارتباطي باهلي، ان انا عايزه اقعد وسطهم، ان انا عايزه اقعد مع بابا. مم. ففكرة الارتباط النفسي للبنوتة ده شوية بيبقى يعني هي طبعا الدورات والكلام ده، ولكن أنا بشوف إن الأم وتأهيلها للبنت قبل الزواج مهم جدا. أول بالظبط. حاجة بيبقى الوالدين، الأم والأب، تاني حاجة الزوج. مم. يعني فكرة ايه ان في ازواج بتيجي بصي بقى حاكم هي مرة واحدة اللي هتروحي لاهلك، احنا ما فيش زيارات كتير، إيه انا عايزك اه. تستقلي بنفسك، ما فيش اسرار خالص تطلع. طبعا مم. دي مهمة، فكرة بس الخصوصية في الحياة الطريقة الزوجية. طريقة عرضه بس للكلام. فكرة ان احنا لما بنحط القاعدة ساعات بنزودها شوية. يعني لسه كانت مثلا بنوتة بتكلمني بتقول لي هو قال لي حتى ان احنا اكلين ايه ما تقوليهاش لماما. تمام، بس دي بتيجي بعد العشرة بقى، خلاص اصل زوجي ظروفه صعبة شوية او ضيقة، فانا مش حابة ابين ده لاهلي. انا مثلا مش اول يوم ماما تسالني بعد ما خلاص خلصنا الاكل اللي هما جايبينه والكلام ده طبختي يا حبيبتي، اقول لها لا مثلا، او اقول حاجه انا ما طبختهاش وهي عارفه ان انا مش عارفه اطبخها. ففكره بقى ان ده قالت لي عمل لي ضغط جامد جدا، واتحط عليه لود بطريقه بشعه، ان هو لا تقولي اكلين ايه، ولا تقولي زوجي جاب ايه وما جابش ايه، ولا تقولي مصروف ولا تقولي ماشي، ما هي في خصوصيه بنحطها، بس مم. في اطر مرنه ان احنا بنتحرك فيها، ان ما فيهاش ضرر، لا ضرر ولا ضرار انا لما اقولها او اسال امي، او فكره ان على الاقل في الاول بتبقى في مساحه مفتوحه شويه. يعني مم. البنت بتستشير امها في حاجات تفاصيل كتير في البيت، في الطبيخ، في التنظيف، في الترويق مم. البيت.
فانت لما تحط ده من اول يوم بتعمل نوع من انواع الخوف. فهي دايما التاهيل بيجي من الام، ان انا بصي يا حبيبتي بس في بيتك تبقي تعملي كذا، اه. الاكل في بيتك تعملي كذا. امم. فالتاهيل النفسي ان انا مش فجاه اصلا هي ما بتعرفش تطبخ اساسا وهي اتجوزت وخلاص يا حبيبتي يلا عيشي بقى ولخبطي وافتحي النت، وهو في حد ما بيعرفش؟ النت فيه بالظبط. كل حاجه. فالام الانفصال اللي هي بتعمله ده بقى زي الفطام شويه للطفل، هي فجاه يعني او احنا ملبوخين بالمظاهر بس، ان البيت يبقى شكله كذا والدنيا كذا وشاريين طب كذا. طب استاذه الحاجات اشجان، التأهيل لو هي النفسي الام ما كانتش اهلت والبنت لوحدها، بالظبط. هي البنت بقى اه تعمل ايه علشان تتاقلم؟ خصوصا كمان مش هتتاقلم لوحدها في بيت زوجها، ده احنا عندنا مشكله تانية، انها لو داخله في بيت عيله التاقلم اه اعتقد طبعا بيكون اصعب. فكلمينا بيبقى عن اصعب. خطوات التاقلم سواء في بيتها او في بيت العيله. اول حاجه في التأقلم، يعني اول حاجه ان احنا، هي اول حاجه في حياتنا عموما، بس اول حاجه في فكره ان انا بتأقلم النيه. يعني ايه؟ انا نيتي انا فتحت بيت جديد، فانا باحسن النيه ان انا اول حاجه برضي ربنا عز وجل، تاني حاجه ان انا بنشئ بيت مسلم، دي حاجه ليا، تالت حاجه ان انا برضي زوجي وبمتع واستمتع وبعيش حياه ان شاء الله جيده فلما بتاهلي شويه لنفسك، شويه خطوات مع نفسك، بتهدي شويه. فلما اول حاجه بقول النيه. تاني حاجه مش غلط ان انا يعني لو انا شخصيه مرتبه اجيب ورقه وقلم، لو انا مش مم. مرتبه اجيب برضو ورقه وقلم، يعني ما فيش. اتعلم مهم الترتيب. ترتيب الافكار في دماغي. مم. يعني لو انا متجوزه في بيت عيله، او لو انا في غربه اول مره بسافر مع زوجي وسافرت له وطلع رمضان، لو انا قاعده لوحدي في بيتي بس مكان بعيد عند ماما، لو انا ساكنه جنب ماما، يعني في كل الحالات انت محتاجه ترتيب. طب هو ايه اللي هرتبه؟ اول حاجه انت بتقعدي مع زوجك الشكل او الاليه بتاعه رمضان بتمشي ازاي. مم. يعني والله احنا ميزانيتنا كذا، وهناكل كذا، وهنعزم كذا، وهنتعزم عند كذا، عشان مم. ما نخشش في والله لا ده انا احنا هناكل ال 30 يوم تحت عند ماما، ما قلتليش قبل رمضان، ما عرفتنيش، او هي تفاجئ ان حماتها هي اللي بتقول لها كده، او مم. يفاجئ ان هو بيبلغ من اهله بده وما يقولهاش ويستنوا مثلا لما تنزل اول يوم رمضان، وبعدين يقول لها لا ده ماما قررت ان احنا هناكل معاها. يفاجئوها. فهي اول حاجه ان انا لما بحسن النيه يعني وبجددها مع نفسي. تاني حاجه النقاش مع زوجي. طيب احنا بالنسبه لرمضان، طب فكره انت لو انت مبتدئه، يعني انا ما بعرفش اطبخ مثلا، مم. فهل في حاجات هستعين بماما مره ان انا هروح هعمل عندها شويه حاجات وانا معزومه عندها واجيبها وانا جايه، ولا لا انا هفتح وافرزن بالنهار شويه حاجات، ولا لا ده انا همشي يوم بيوم. هو بيحب ايه، انا بحب ايه، السفره هتبقى عباره عن ايه. عشان في مجهودات كتير بتهدر من العرايس في رمضان، ان مم. هي تقول انا عملت مقبلات كتير جدا جدا وشرب كتير جدا جدا مثلا، والبروتين قليل، او العكس انها مم. عملت مشاوي وهو اللي هو بيحب ايه، الشوي. فين الاكل بقى دلوقتي؟ ما تلاقيش فيه اكل اتعمل، في حاجات كده فهي اتعملت جنب اصل الاكل وخلاص. الغدا في الايام العاديه غير، يعني ممكن انه النهارده هتعملي له شويه مكرونه والدنيا هتمشي تمام، بكره والله كل واحد سندوتشين ما اعرفش ايه، وعملنا عدس ايه شاورما، فالدنيا بتمشي. هتمشي فاحنا لان عرايس ده هو يوم عادي، لكن دي بيتقبل. الناس صايمه. ايوه لانه ممكن هو يتغدى في الشغل، بيجيب حاجه، بينزل ياكل عند ماما، بيمشي دنيته، كان متغدي قبل ما يجي. مم. فالدنيا بتمشي شويه. انما في رمضان لا. فمهم ان احنا نتفق، والله انت عايزني اعمل كذا وكذا وكذا، طب انا ما بعرفش اعمل ده، طب ممكن نعمل ده، طب ممكن نستعين بماما في ده، طب اشتري جاهز كذا، افرزن كذا. فدي بتبقى تاني خطوه بعد ان انا خلاص عملت النيه. تاني حاجه ان انت خططتي مع زوجك. لا احنا واحد مثلا هي مرتبه نفسها انها زي ما انت بتقولي خناقه اول يوم دي، طب لا ده انا مرتبه ان انا رايحه لماما ووعدتها ورتبنا هناكل ايه، لا ده انا اول مم. يوم لازم هناكل عند مامتي. فدي بتبقى مم. شويه بالتراضي، وشويه مين اللي هيتقمص اكتر، وشويه فيها مم. حد يجي على حساب يعني على خاطره عشان التاني. طب انا هخلي الدنيا بالي من تمشي. كذا. طب يعني فدي نقطه بتتراضى. تالت حاجه فكره انت بقى مع نفسك. انا واحده بتلبخ في المطبخ مثلا، مم. فلازم مم. هدخل من بدري شويه. لا ده انا شطوره وحلوه والدنيا بسيطه. خلي بالك هم اكل اتنين يعني، فالدنيا بسيطه، بس هي البنات بتتلخبط شويه، بتتلبخ شويه. فكره تنظيف البيت، انت البيت المفروض يعني بهدلته بتبقى اقل. احنا ما عندناش اطفال لسه، او معانا طفل واحد، او لسه عروسه اصلا، فبتبقي مجهزه والله انا لحد الظهر هعمل كذا. فالترتيب عموما كل واحد بما يتكيف مع نفسه. ولو هو اصر ان انا انزل عند اهله او رمضان، لو انا اصريت يعني
بلطافه كده ان انا عايزه انا اللي اروح عند والدتي. فالدنيا تبقى بالحسنى وبالتراضي، ان هي في الاول في الاخر ده اول رمضان انما ان شاء الله في رمضانات كتير، واول رمضان زيه زي اي بالظبط. اول عيد واول مم. جمعه واول كل مم. حاجه في الجواز. فلازم نحطها بذكرى جيده لما نفتكرها، مم. ما ما تفكرنيش ده اول يبقاش رمضان كان فيها صعب جدا. مشاكل. اه. طيب خلينا بالظبط. نتكلم بقى على النقطة اللي بتعمل دايما للأسف الشديد مشاكل، سواء في رمضان أو حتى في العيد. أول يوم، أول يوم هي عايزة تفطر مع باباها ومامتها، وأنا اشمعنى أنا اللي أجي أفطر معاك عند باباك ومامتك؟ مين اللي حط القاعدة دي إن إحنا لازم نكون عند أهل الزوج أول يوم؟ ده دايما مم. سؤال بيتقال من البنات. حتى في العيد إن شاء الله ربنا يعني يجيب يبلغنا علينا بالخير. العيد بكل خير وفرحة يا رب على الجميع. ليه أول يوم العيد عند باباك ومامتك؟ ليه اشمعنى؟ مم. طب ما يخليها عندي عند أهلي وبعد كده بروح عند أهلك. عايزين نرد على البنات بقى، نقول لهم اشمعنى وليه، ومين اللي وضع القاعدة دي يا أستاذة أشجان؟ إن أصبح من الطبيعي ومن المنطقي وبدون أي نقاش إن أول يوم رمضان أو العيد عند أهل الزوج. هي شوية داخلة في عرف وتقاليد، يعني هي لو حد كسرها هو ما عملش حاجة حرام. بس مم. هي الفكرة ان احنا لما بنعمل حاجة عموما بتبقى بطيب خاطر وبشراء الخاطر وبالتقدير. يعني انا مم. لو انا نفسي افطر عند والدتي وزوجي طلب مني بالحسنى، معلش والدتي لوحدها او احنا كلهم متجمعين، فهيبقى مش لطيف ان انا مش موجود. طب ما انا برضو والدتي مجمعة اخواتي، طب انا بالظبط، مش كنت لسه هقول لك، ما هقول ايوه. لحضرتك ما كلهم متجمعين، واشمعنى وانا الوحيده اللي مش هبقى موجوده؟ اشمعنى فهي انت؟ هي بتبقى يعني شوية فيها نوع من المرونة. امم. مين اللي ينزل على رأي التاني؟ يعني ايه؟ يعني انا لو انا قررت، طب ليه انا اتنازل؟ ما يتنازل هو. هي بتيجي شويه، ما ينفعش ان امم. انا اقول كل واحد يتنازل ويسمع كلام مراته وفطرها عند امها اول يوم، ولا كل واحده ان هي تقول لا، لا حبيبتي روحي عند اهل جوزك، ما ينفعش طاعه الزوج. فهي بتيجي بالمرونه وبالسماحه، احنا رايحين ندخل سرور وندخل على انفسنا السرور وعلى الاخرين. ففكره ان انا اعمل حاجه بتبقى ضغطه شويه بيبقى مش حلو. امم. فهي بتمشي حسب بالتفاهم. طب لو امم. احنا اول يوم عند والدتك خليها اول يوم عند والدتي. طب معلش اصل ماما بابا متوفى، نروح لها هي اول يوم. طب انا هسأل والدتي واستسمحها ونروح لهم هم تاني يوم. فالفكرة في اي طلب بين الزوجين هي السماحة والسكن والمودة فيها. فكرة ان انا ما ببقاش خايفة على بس شكلي قدام اهلي، شكلي قدام امم. والدتي يقولوا ايه من اولها كده مشيت وراها، وهي ايوه. تقول انا من اولها كده انت هتجبرني وهتخليني اعمل حاجه بالجبر. لا، امم. كل واحد انا بحب ايه وممكن اعمل ايه عشان خاطرك فيه. طب حاضر هنروح. في ناس ممكن طب هنفطر اول يوم هنا، طب خليها معلش. طب ايه رايك ان هي لو هنفطر اول يوم رمضان خليها اول يوم العيد مثلا نقضي عنده؟ بتبقى الدنيا راحه جايه. لا والله احنا قاعده وانا كزوجه مستوعبه تماما ان هي اول يوم ببقى عندي زوجي، فالدنيا تبقى خلاص. الدنيا امم. احنا مش داخلين نناطح بعض او ان احنا نحس بنديه مع بعض. هي تمام. الهدف في الاول في امم. الاخر ان انا اصل لنتيجه مرضيه لي ولي، ليا وليه، من غير ما نحس ان احنا ضاغطين على بعض. فالدنيا طيب. تبقى بالتفاهم. لو هي اصرت امم. على رايها انت امم. ابدا يعني شوف الامر ينفع ان انا اجبرها في هذا الامر. لو هي بنوته وحيده، لو هو اول امم. رمضان وهي متجوزه قريب، امم. لو والدتها مثلا عيله صغيره وهي اول فرحتهم، بتبدا تجبر. معلش يا ماما انا هنفطر، اصل ده اول رمضان. فما ده لا يقلل من رجولتك ولا يقلل من شأنك ولا يقلل من اي حاجه. بس امم. البنات تستوعب لو انا زوجي بيقدرني اه. اصونه، ما يبقاش بيقدرني اجي عليه كل مره. لا بالظبط كده، وان انا خلاص اعتبرتها تبقى عاده. طيب أستاذة أشجان، هل البنات اللي عندها المشاعر دي بتكون متمسكة بيها؟ هل تلام؟ هل ده طبيعي؟ المشاعر دي طبيعية؟ بعض الناس بيتهموها ايه الدلع ده، ما ينفعش، ايه بتخليكي كده يعني؟ تجمدي شويه. مادي، وخليكي ست بيت كده ومالية مركزك وبتاع، وده شغل أطفال وعيال، ايه بابا وماما وأول يوم رمضان؟ ايه رأيك في الكلام دوت؟ وهل فعلا هي تلام على المشاعر دي؟ لا طبعا ما نقدرش نلوم اي حد على مشاعره، بالذات الانثى. سيدنا النبي لما جه يوصى قال رفقا بالقوارير، دي اخر وصيه ليه عليه بالظبط. الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. لما السيده عائشه كسرت الصحن والطبق قال غرت امكم، غارت فراعى أمكم. مشاعر.
بالظبط، فراعى مشاعرها لما كانت بتبكي، ولما كانت بتحزن، ولما كانت بتلعب، فكل ده كان بيراعي مشاعرها. يعني هي مم. كانت عايزه تتفرج على الصبيه وهي بتتسابق، هو بالعكس بيلعبوا. مم. حط ايده وخلاها ان هي تتفرج. فكل دي مراعاه تتفرج. للمشاعر. يعني هي دي اه. إيه اللي يخليه يعمل كده؟ هو سيدنا النبي ده دعوه وفتح وفتوحات وكفار ومنافقين وحروب لكن مم. راعى المشاعر وتكلم مم. عن هذا الامر ولم يخجل منه. ولما سئل عن أحب قال عائشة، ولما قال أبوها، ما قالش سيدنا ابوه. أبو بكر. مم. مم. فهي فكرة التعبير عن المحبة لا يقلل من الشأن. والكلمة للأسف اللي كل ما أكلم حد مثلا أقول له سيدنا النبي، يقول له طب هي السيدة عائشة، طب هي السيدة خديجة. يا ابني خدوا بالظبط. قدوة. هو أكيد مش جايبها لنا عشان إحنا نقول دي حاجات كانت بتحصل أيام الصحابة. فهي الفكرة إن إحنا نقتدي ونبدأ بأنفسنا. ففكرة مراعاة المشاعر في بنات يعني بتبقى مشاعرها فياضة قوي، وانت من وجهة نظرك او من جواكي بتقولي ده اوفر قوي، يعني هي مبالغه قوي، عماله مم. تعيط، عماله مم. منهاره. وبالذات البنات اللي بتبقى في الغربه او الغربه ليها، فهي عماله تفتح طبعا. الفيديوهات اللي هي بتاعت الغربه طب. والسفر وتعيط. مم. فانا اقول لها ايه ده؟ يعني هو مش معقول. فهي لا، فكره لازم احترام للمشاعر دي. مراعاة المشاعر هي قدراتها ونفسيتها وتربيتها وتكوينها كده. ففكرة ان انا ما بقاش، يعني لو انا مش قادرة اخفف ما ببقاش بضغط. فهي لو تمام. يعني مم. مشاعرها عالية جدا وفياضة جدا، انا بحاول اهون بشكل او باخر. مم. معلش، واحنا بناخد وندي وبندور مم. على الحلو في الامر، والحمد لله انه مش ابتلاء، والحمد لله انه كذا. فما نستهونش بمشاعر اي واحدة هي بالنسبة لها الامر جلل جدا. كبير يعني في كبير بالنسبة لها. طب من خلال بالظبط. الجملة اللي حضرتك قلتيها دي، ما نستهونش بالمشاعر. رسالة من حضرتك لكل زوج لسه في أول سنة زواج وشايف إن مراته متأثرة جدا بسبب أول يوم رمضان، أول رمضان عليا بدون أهلي، سواء كانوا موجودين في بلدهم أو بره بلدهم، وهي لسه مش قادرة تتأقلم على الوضع ده، تقولي له إيه؟ تعامل معاها إزاي سريعا؟ أول حاجة هقول له اتق الله. اللي هيتقي الله هيتقي الله في نفسه وهيتقي الله فيها. تاني حاجة كن رجلا بحق. يعني فكرة الرجولة الحقيقية هي إن أنت تكون سندها، إن أنت تكون أمانها، إن أنت تكون أي حاجة أنت عايزها هتعملها لك من غير ما تطلبها أصلا. لما هتلاقي فيك السند وهتلاقي فيك الأمان وهتلاقي فيك المودة والمشاعر، كل ده ما قلناش الحب، ما قلتلوش حبها، لان حبها دي معناها ان انا حبني ومستنيه كلمه حبه. لا، الحب افعال، اقوال، بس الافعال هي الاقوى. فلما انت هتتقي الله في نفسك وفيها، فبالتالي دي مسؤوله مني واصبحت اهلها ائتمنوني عليها. فبالتالي لما اتقي الله في نفسي وفيها، فانا احسن اليها الاحسان. وفكره ان انا اكون رجل، يعني فعلا فعلا هي اكون امانها ومصدرها وهبقى مصدر سعادتها. زي ما بنقول ده تعاستها من ساعه ما تزوجت او مم. هو تبدل من ساعه ما تزوج. فيا اما انت تكون مصدر السعاده، يا مصدر لا قدر الله التعاسه. مم. فلما تكون رجلا ليها بحق، هتعرف تعمل كل حاجه. يعني النساء عجينه لينه سهل تشكيلها، زي ما الرجال عقليات طيبه وبسيطه وتحتاج للفهم يعني. مم. هي فكره بس ان كل واحد يفهم التاني. اول ما ندخل العند في الموضوع بنفقد مم. حاجات كتير. فاهم حاجه ان انت تكون رجلا لها تفهم. زوجتي ما بتعرفش تعمل يعني شغل البيت، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا الشباب بيقابلوها من الاجيال اللي طالعه، او تربيه او غربه، او مش عارفه تعمل شغل البيت. هل طول بالظبط. النهار هقول والدتي كانت في السن ده بتعمل، والدتي احنا سبعه وربتنا، او والدتي تعالي كذا شوفي كذا. اخواتي بيعملوا ايه، انتي مش بتعملي ايوه، زيهم ليه، او ويبدأ مقارنات. اصحابي، او او مرات انتي مش اخويا. عارفه، اسالي اصحابك انتي اقل واحده ازاي تبقي متجوزه ومش عارفه كذا وكذا وكذا. لا، اكون معين ليها. ما تحطش ذكريات سيئه في اول جوازها، ما تبنوش المشاعر السيئه باخطاء كلاميه. احنا ما بننساش الكلام. يعني ممكن انا عملت الرز وباظ مني وهو عداها، فالموقف كله هيعدي. انما لما نقعد نقول كده باظ الرز باظ الرز، فتفضل هي لا، عندها ونعمل عقده في نشرة في الرز. العيلة، مراتي بوظت الرز وحرقته. وشوفوا مصور والناس بتصور خيبتها والناس. فنفضل بقى نعمل ذكريات، فتفضل انا بقى خلاص بقى عندي رهاب من الامر ده. فلما بالظبط. نبني ذكريات طيبة مع بعض، مفيش حد بيبدأ كبير، ومفيش حد بيتجوز بيرفكت في كل حاجة. والكمال اكيد. لله والسعادة نسبية. فلما يبقى عندنا المعاني دي نبقى فاهمين ان احنا واحدة واحدة. ما يبقاش اول تمام. رمضان انا بعزم 60 ولا 30 ولا 20 والبيت بيرفكت وكل حاجة بيرفكت وبتعامل كذا مم. وعبايتي وركن الصلاة كل حاجة محققاها. لا، هي مم. بتبقى بنسدد ونقارب ونعين بعضنا البعض.
تمام جدًا، باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة أشجان يحيى خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية على تسلمي يا وجودِك ندى، معانا، كل فيكِ سنة وحضرتك طيبة والأسرة وأنتِ الكريمة بألف طيبة خير ويجعله وصحة رمضان خير عليكم وسعادة. جميعًا، آمين يا يا رب رب. العالمين، ولكل القوارير اللي بيشوفونا شهر رمضان شهر للطاعة وللمغفرة وللتقارب مش شهر للخناقات، المفروض إن إحنا أنتِ تعالي على نفسِك شوية وهو ييجي على نفسه شوية أو شويتين معلش عشان هو الرجل وهو القوام، ونحاول إن إحنا نصنع ذكريات حلوة وجميلة في أول رمضان وفي أول سنة زواج لينا مع بعض، لازم الزوج يحتويها قدر المستطاع زي ما قالت ضيفتنا ويحترم مشاعرها علشان الدنيا تعدّي ويعدّي شهر رمضان بدون أي خلاف. انتهت حلقة قوارير اليوم وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.